السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن صينية السردين المكساوي. لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطي لي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. نصلي الأول كده على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه كده معايا البطاطس. ما بنحطش بطاطس كتير في صواني الاسماك، بتبقى بطاطس قليله. بطاطس بتبقى طعمها جميل جدا بس ما بتزوديش كتير. البطاطس مخرطينها رفيعه زي ما انت شايفاها كده، يعني مثلا اتخن من القطعه بتاعه الشيبسي. حطينا كمان طماطم متخرطه قطع مكعبات، وبصل وفلفل كوبي، ممكن تحطي فلفل حامي، ممكن تحطي فلفل الوان. ومعانا كده معلقة صغيرة من الثوم المهروس، حوالي فصين من الثوم كبار، نص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة. دي بهارات ملح فلفل كزبرة والكمون. هنسيبهم كده على جنب. معايا بقى كده السردين غسلينه كويس قوي، شايلين القشور بتاعته اللي بتبقى من بره، وشايلين بطنه وغسلينه كويس قوي. ما بيتغسلش بحاجه خالص الا بشويه ميه وبس. ما تسيبوش كتير في الميه عشان ما يتهرش منك، وبيتغسل بالطريقه دي وبيتحط في المصفى يتصفى كويس. نبتدي نعمل له التتبيله بتاعته. معايا نص عصير ليمونه، معلقه كبيره من الثوم المهروس، ومعلقه من الملح، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه من الكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسمر. نبتدي ندعكم كويس قوي مع بعض، او تضربيهم مثلا في الكبه. ونبتدي كده اللي احنا نمسك كده واحده واحده نتبلها بالتتبيله اللي ريحتها قوية جدا. معلقة كبيرة كده من الثوم، ونتبل سمكة كل واحدة كده لوحديها، ونبتدي نسيبها كده تشرب من الملح بتاعها ومن الثوم. وندعك بقى كويس قوي البصل مع الطماطم مع الثوم والكمون والفلفل والبهارات اللي احنا حاطينها. تدعكيهم كويس قوي لحد ما تحسي ان البصل والطماطم ابتدوا يطلعوا ميتهم في ايدك. احنا معانا شرايح من الليمون، دي هنحطها في الاخر خالص. تقدري تعملي صينية السمك دي بأي نوع من أنواع الأسماك، يعني بتبقى جميلة جدا بالبولتي وكمان البوري. بتقطعي بقى، ممكن تحطي لو بوري اللي هو الصغير ممكن تحطيه الواحدة بوحدته، ولو البوري اللي هو الكبير ممكن تقطعيه جزل. بيتقطع قطع، يعني لو جبتيلك كده 2 كبار أو 3 تقطعيهم قطع، بيبقى طعمها جميل جدا، غير التتبيلة وغير التسوية بتاعة السنجاري. دي صينية وبتحط كده بطاطس قليلة زي ما أنا قلتلك، وبتكون رفيعة. بص البطاطس مش كتير، احنا مش بنعمل صينية بطاطس، لا، يعني البطاطس هي طبقة واحدة كده محطوطة تحت أي نوع من أنواع الأسماك اللي انت هتحطيها. خلاص بيبقى جميلة جدا بالبولتي والبوري والسردين طبعا. نبتدي كده اللي احنا نرص البطاطس اللي احنا متبلينها تتبيلة كويسة، وهنحط كده شوية بقى من الخضار. تتبيلة السمك ما فيهاش أي افتكاسة، هو الليمون أساسي، ومعايا ملح وفلفل والكمون والكزبرة. ما فيهاش أي افتكاسة أو فيها أي حاجة تانية زيادة. دي الحاجات الأساسية: توم، ليمون، ملح، فلفل، كمون، كزبرة. تقدري تتبلي بيهم أي نوع من أنواع السمك، وكل نوع سمك سبحان الله ليه طعم مختلف. هي تتبيلة واحدة بس كل نوع ليه طعم مختلف. نبتدي كده بقى اللي احنا حاطينه خضار فوق البطاطس، ونبتدي كده نرص السردين بالشكل الجميل ده، يعني متحطوش كده كله على بعضه وخلاص. يعني لازم ترصيه كده يبقى شكله حلو خلاص، عشان يبقى المنظر كده شكله حلو كده قدام الأولاد، نفسهم تتفتح. حتى لو في حد ما بيحبش السردين، لما يلاقيه معمول بطريقة حلوة ومتقدم بطريقة شيك كده يحبه. نبتدي بقى ناخد بقى بقية الخضار، وكده هنرصه كده في الحبة كده في النص وعلى الوش.
الصينية دي أنا مش حاطة فيها ولا نقطة مية، ما بنحطش مية خالص. معايا بقى شرايح الليمون كده، هنبتدي اللي احنا نرصها، وهنرش على الوش كده بقى رشة من الكمون وحوالي معلقة أو معلقتين كده من الزيت. طريقة التسوية بتاعته سهلة جدا وسريعة. السمك ما بياخدش وقت في التسوية. احنا كل اللي احنا عايزين نسويه البطاطس، واحنا مقطعينها رفيع علشان ما تاخدش معايا سوا. انا دلوقتي مش هحط فيها ولا نقطة مية، رشة الكمون اللي على الوش ومعلقتين الزيت بس خلاص. تتغطى وهنحطها على النار البوتاجاز من فوق، نار عالية. أول ما هتشم النار هتلاقي بقى الطماطم والبصل وكل الكلام ده نزل ميته، المية اللي هي تسوي لي البطاطس. خلاص هتاخد غلوتين البطاطس، هتشوفيها هتلاقيها استوت كده. هتجربي كده تزقي سردينة كده وتجربي كده بشوكة أو بمعلقة أو بسكينة، البطاطس تلاقيها استوت معاكي. هنشغل الشواية، تدخليها كده تحت الشواية تاخد وش سريعة جدا، في أقل من ربع ساعة هتكون استوت معاكي، مفيش ولا نقطة مية. احنا هنعتمد على الخضار هينزل لي المية، فده احنا هنعتمد عليه. لو حطيتي مية طبعا والخضار هينزل مية هتبقى عاملة زي الشوربة. بصوا طالعة معايا الصينية لونها متحمر تمام وناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية. عملنا بقى رز صيادية اسكندراني زي ما انتوا شايفينه كده، اللون بتاعه جميل جدا وريحة وطعم جنان. بصوا الصينية طالعة معايا ازاي، ما فيهاش ولا نقطة مية، والسمكة طالعة كده ماسكة نفسها وناشفة وفي نفس الوقت طرية كده من جوه. بنفس التتبيلة كده أخدنا شوية سردين وشوية بسارية تبلناهم، وابتديت أعفرهم بالدقيق وأقليهم في شوية من الزيت. وعملنا الرز وسلطة خضراء وسلطة طحينة. يا ريت تجربوها بنفس الطريقة، بألف هنا وشفا على اللي يجربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.